حد كان يتخيل إن منتخب المغرب يفوز على فرنسا والبرازيل والأرجنتين وياخد كأس العالم للشباب؟ منتخب المغرب يتحدى عمالقة كرة القدم ويثبت إن مفيش شيء اسمه مستحيل بالإصرار والعزيمة والإعداد الصحيح، عكس منتخب مصر للشباب اللي خرج من دور المجموعات بفوز وحيد مع غياب واضح للتنظيم التكتيكي. قبل ما نبدأ الفيديو صلي على النبي واشترك لي في القناة واعمل لي لايك ويلا بينا. زي ما احنا شايفين في تطور واضح في الكرة المغربية، الموضوع أكبر من كأس العالم للشباب، دي منظومة متكاملة في كل المراحل السنية. المنتخب الأول رابع كأس العالم، منتخب المحليين فاز ببطولة أفريقيا، المنتخب الأولمبي فاز ببطولة أفريقيا والميدالية البرونزية في الأولمبيات، وأخيرا منتخب الشباب فاز بكأس العالم. خلي بالك كل ده بمدربين مغاربة على أعلى مستوى، حقيقي في التكتيك أدائهم كان مرعب. مليون مبروك لمنتخب المغرب للشباب. أما منتخب مصر خارج المقارنة، منتخب مصر للشباب خرج من دور المجموعات بفوز وحيد من غير ما نشوف أي إيجابيات وأداء مخيب للأمال. مدرب غير قادر على شيء، أسامة نبيه خسر في مباراتين. تعالوا نشوف مشوار مصر والمغرب في كأس العالم للشباب خطوة بخطوة. مصر مجموعتها اليابان وتشيلي ونيوزيلندا، مجموعة متواضعة عكس مجموعة الموت للمغرب، لأن المغرب هتلاعب أسبانيا والبرازيل والمكسيك. منتخب المغرب قصة ناجحة ملهمة قادها المدرب محمد وهبة الذي اعتمد على تخطيط دقيق وثقة كبيرة بفرقته، وهم كانوا قد الثقة دي وأكتر، مما جعل أول منتخب أفريقيا يفوز بكأس العالم للشباب تحت 20 عام. نبدأ بمنتخب مصر للشباب. بدأت القصة أمام اليابان في مباراة افتتاحية، بداية سيئة جدا. المباراة شهدت سيطرة واضحة جدا للمنتخب الياباني الذي استغل تنظيمه وخبرته وسجل الهدف الأول في الدقيقة 29 من ضربة جزاء، سجلها المدافع ريون بثبات وثقة كبيرة. وتسجل اليابان الهدف الثاني في الدقيقة 48 عن طريق اللاعب إيشي من غلطة دفاعية كارثية. المدرب أسامة نبيه ما كانش نبيه خالص، ظهر المنتخب بأداء ضعيف للغاية، مفيش تكتيك، لعب عشوائي، عكس اليابان منتخب سريع للغاية قدر يفوز وحط مصر في موقف صعب. نيجي للمباراة الثانية لمنتخب مصر ضد نيوزيلندا. بدأت المباراة بقوة وسجل هدف مبكر في الدقيقة 5 للاعب المصري أحمد خالد، لعبها له حلو جدا محمد عبد الوهاب وهو سجلها بركلة قوية في الزاوية لا تصد ولا ترد، وقلنا بداية حلوة. ولكن نيوزيلندا ردت سريعا وسجلت هدف التعادل في الدقيقة 17 بنفس طريقة هدف مصر بالضبط. وحاول منتخب مصر للعودة، ولكن التنظيم والأداء الهجومي كان غير قوي، وللأسف نيوزيلندا تسجل الهدف الثاني. وبعد هذه الهزيمة أصبح موقف مصر صعب جدا بعد خسارته مباراتين متتاليتين من اليابان ونيوزيلندا. لازم منتخب مصر يفوز أمام تشيلي وننتظر الفرق الأخرى للتأهل. وفي المباراة الثالثة يفوز منتخب مصر على تشيلي ودي الحسنة الوحيدة في البطولة، ولكن رغم الفوز لم تتأهل مصر للدور الثاني، وده بسبب قاعدة اللعب النظيف. وانتخب تشيلي تأهل لأنه عنده عدد أقل من البطاقات الصفراء. خروج مخيب، أداء زي الزفت، مدرب مهزوز ومش عايز يعترف بأخطائه. حتى فوز المغرب بالبطولة كان بيقول بالحظ. مدرب فاشل لا يصلح لتدريب منتخب مصر للشباب. نيجي للمغرب أسود الأطلس، مدرب واثق من نفسه عكس هذه الثقة على اللعيبة، قدر يفوز بالبطولة بتنظيم تكتيكي واختيار مواهب، واستفادوا من العمل المستمر من خلال أكاديمية الملك محمد السادس. مشوارهم كان صعب للغاية، ليس حظ مثل ما أقيل. نبدأ بأول مباراة للمغرب أمام أسبانيا. بدأ الفريقين بحذر واضح وسيطرة أسبانية على الاستحواذ في البداية، لكن الدفاع المغربي كان صلب رغم الفرص القليلة. نجحوا المغاربة في الصمود حتى نهاية الشوط الأول. بدأنا الشوط الثاني بنتيجة سلبية، وفي الدقيقة 54 سجل اللاعب ياسر سوبير الهدف الأول للمغرب بعد تمريرة بينية رائعة وضعته في مواجهة الحارس الأسباني ويسدد الكرة بثبات في الشباك. وفي الدقيقة 78 أضاف ياسر قاسمي الهدف الثاني من هجمة مرتدة منظمة قادها عثمان معمة، عمل عرضية أرضية قدر ياسين يسددها في المرمى. ركز المدرب محمد وهبة على التنظيم الدفاعي وعلى الهجمات السريعة. هذا الفوز منح المغرب 3 نقاط ثمينة في مجموعة الموت التي تضم البرازيل والمكسيك، وأعطى دفعة معنوية كبيرة للفريق في بداية مشواره. نيجي لتاني مباراة للمغرب أمام البرازيل، مباراة قوية ومثيرة. سجل المغرب الهدف الأول مبكرا في الدقيقة 12 عن طريق اللاعب عثمان معمة، هدف رائع على طريقة الكبار. ثم تعادل فريق البرازيل في الدقيقة 34 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، والمغاربة لم يستسلموا وواصلوا في التألق. وفي الدقيقة 69 سجل ياسين الزهيري بعد اختراق رائع للدفاع البرازيلي وتسديدة ذكية من ياسين تسكن الشباك. هذا الفوز كان مذهل للمغرب في هذه المجموعة القوية، حيث أظهر المغاربة قوة تكتيكية وروح قتالية عالية أمام البرازيل أحد أقوى فرق البطولة. ونيجي للمباراة الثالثة في دور المجموعات أمام المكسيك.
رغم الأداء القوي في المباراتين السابقتين والفوز على أسبانيا والبرازيل، لم يتمكن المغرب من الحفاظ على سجله المثالي في هذه المباراة، ودي الهزيمة الوحيدة ليهم في البطولة. يعني مثالي فوق العادي ومفاجأة لينا كلنا. سجل المكسيك الهدف الوحيد في الشوط الأول، وبعد ذلك استطاع الدفاع عن تفوقهم أمام محاولات المغرب، وتأهل المغرب رغم هذه الخسارة إلى دور ال16 متصدر المجموعة ب6 نقاط، متفوق في المواجهات المباشرة على أسبانيا والبرازيل. نيجي لدور ال16 مباراة المغرب وكوريا الجنوبية. المغرب كان ضاغط عليهم من بداية المباراة، وفي الدقيقة 8 سجل ياسر الزبيري الهدف الأول بدبل كيك رائع، تخبط في الدفاع وتغير طريقها وتدخل الشباك، وينتهي الشوط الأول بتقدم المغرب ب1-0. وفي الشوط الثاني في الدقيقة 57 عرضية والأروع يسجلها ياسر السوبيري برأسية في غاية الجمال تسكن الشباك لتكون النتيجة 2-0. وفي الدقيقة 90 ضربة جزاء للكوريين ويأتي منها الهدف وتصبح النتيجة 2-1، وتخلص المباراة بفوز المغرب على كوريا الجنوبية. هذا الفوز رفع معنويات المغرب أكتر وأكتر. ونيجي لربع النهائي أمام أمريكا. قدر المغاربة يفوز عليهم بنتيجة كبيرة 3-1. مباراة شهدت تألق كبير من لاعيبة المغرب وفرضوا سيطرتهم على اللقاء. بدأت المباراة بقوة وتقدم المغرب في الدقيقة 31 بهدف سجله فؤاد زهواني بعد تمرير رائعة بالكعب من عثمان نعمة. وقدر يتعادل منتخب أمريكا في نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء أحرزها اللاعب كول كامبل. وفي الشوط الثاني قدر المغرب يسجل الهدف الثاني وتقدم في الدقيقة 66 بعد رمية تماس تبعها المهاجم ياسر السوبيري لتسددها وتخبط في اللاعب وتدخل الشباك. واختتم المغاربة المباراة في الدقيقة 87 بهدف ثالث بعد غلطة من حارس أمريكا، وإلياس يعمل تمريرة يجعل ياسين جاسم وحده أمام المرمى ويسجل الهدف الثالث. أداء لاعيبة المغرب تميزوا بالتنظيم الدفاعي والهجوم القوي. ما قدرش المنتخب الأمريكي رغم محاولاتهم أن يتمكنوا من مجاراة سرعة وقوة لاعيبة المغرب. وفي نصف النهائي واجه منتخب المغرب منتخب فرنسا. ظهر المنتخب المغرب بصورة قوية ولعب أداء هجومي واستمر على طريقة لعب الهجمات من الخلف. وفي الدقيقة 32 احتسبت ضربة جزاء للاعب بعوف بعد تعرضه للمسك ويسجلها ياسر السوبيري، خبطت بالقائم وتخبط في الحارس وتسكن الشباك. منتخب المغرب حافظ على تقدمه بفضل الحارس مصباحي تصدى لأكثر من فرصة من المنتخب الفرنسي. في الشوط الثاني عاد منتخب فرنسا للتعادل في الدقيقة 59 عبر اللاعب لوكاس ميشيل بعد متابعة كرة عرضية مميزة ويسجل هدف التعادل. واستمرت المحاولات من الطرفين دون أن ينجح أي فريق في التسجيل. وفي الأشواط الإضافية ضغط منتخب فرنسا رغم أن طرد منهم لاعب، لكن الدفاع المغربي حافظ على صلابته لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1. ونيجي لركلات الجزاء في لحظات حاسمة. ظهر لعيبة المغرب بهدوء وتركيز عالي. البحراوي سجل ركلة الجزاء الأولى وراح معها الحارس، ولكن من قوتها دخلت الشباك. الركلة الأولى لفرنسا يسجلها ميشيل صاحب هدف التعادل. ونيجي للركلة الثانية ويسجلها الياس بهدوء وتركيز عالي إبرافو مسعودي. الركلة الثانية لفرنسا ويهدرها لاعب فرنسا وتخبط في القائم الأيمن. الركلة الثالثة لمنتخب المغرب يسجلها سوبيري بهدوء عالي جدا. هذا اللاعب تألق بشكل كبير ملفت في هذه البطولة. الركلة الثالثة لفرنسا يسجلها اللاعب بقوة وبغل واضح. الركلة الرابعة للمغرب ويضيعها الحامولي ليكون التعادل حتى الآن. الركلة الرابعة لفرنسا ويسجلها اللاعب الفرنسي في الشباك ونعود للتعادل من جديد. ونيجي للركلة الخامسة للمغرب ودي أصعب مرحلة في المباراة ويسجلها الحداد ببراعة عالية وثقة زيادة. نيجي لفرنسا والركلة الخامسة ويسجلها حلو دابو في الشباك. نيجي للركلة السادسة للمغرب ويسجلها نعيم ياسر في الشباك بذكاء وثقة. ونيجي للركلة السادسة للمنتخب الفرنسي والأعصاب مشدودة وأخيرا نتلقى الأنفاس. يضيع هذه الركلة ويتألق المصباح البطل ويصعد بالمغرب إلى النهائي، والحلم أصبح حقيقة. أول منتخب أفريقي يوصل للنهائي ليواجه منتخب الأرجنتين. المغرب يواجه منتخب الأرجنتين في نهائي كأس العالم. لنبدأ الرحلة. في الدقيقة 12 من ضربة حرة مباشرة يسجل سوبيري هدف عالمي على طريقة الكبار، على طريقة رياض محرز ونيمار. منتخب المغرب يا سادة أقوى من أي فريق عالمي بلا منازع. هدف من هجمة مرتدة قادها عثمان معمة وعمل عرضية تدرس حولها سوبيري للمسة رائعة لهدف داخل الشباك. حقق المنتخب المغربي إنجاز تاريخي بفوز على الأرجنتين 2-0. أظهر المنتخب المغربي تنظيم دفاعي مميز واعتماده على الهجمات المرتدة السريعة مع تألق حارس مرمى المغرب تصدى لمحاولات من هجوم الأرجنتين. الأرجنتين رغم محاولاتهم وسيطرتهم على الكرة في الشوط الثاني لم يتمكنوا من اختراق الدفاع المغربي الصلب
وياسر السوبيري أصبح نجم المباراة بتسجيله هدفين الفوز، ورفع رصيده إلى 5 أهداف خلال البطولة. هذا ليس مجرد لاعب، فعلا عنده موهبة خارقة تعلن عن نفسها خلال عمالقة العالم. ياسر السوبيري اسم يكتب بأحرف من ذهب: هدف ضد أسبانيا، وهدف ضد البرازيل، وهدف ضد كوريا، وهدف ضد أمريكا، وهدف ضد فرنسا، وهدفين ضد الأرجنتين. لاعب يسجل أمام كبار الفرق، نتمنى له مستقبل مذهل ويحترف في أكبر أندية أوروبا. في لاعب ملفت لك أن تتخيل: إسماعيل بوعوف لم يتعرض لمراوغة واحدة أمام أسبانيا، وكمان البرازيل، وأمام المكسيك، وكمان أمام كوريا، وأمام فرنسا والأرجنتين. بسم الله ما شاء الله على هذا اللاعب. جيل مغربي يستحق الفوز بكأس العالم. أسامة نبيه النبيه بيقول: هذا ليس نجاح ولكن حلفه الحظ. وطبعا ده كله اللي داري على فشله مع منتخب مصر. جيل كتب التاريخ بأقدام من ذهب، ودي مجرد بداية لمسيرة نتوقع أن تكون مليئة بالمجد والإنجازات القادمة إن شاء الله. ما ننساش عثمان معما يدخل التاريخ مع نجوم العالم ويفوز بأحسن لاعب في البطولة. لك أن تتخيل المغرب تعمل ممر شرفي للأرجنتين. هنا كبار العالم كل اللعيبة كانوا على مستوى عالي وعملوا اللي عليهم بزيادة. نشكر المغرب على هذا الإنجاز التاريخي. لأول مرة في تاريخ أفريقيا منتخب المغرب يفوز بكأس العالم للشباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.